وزي ما عودناكم ان احنا في كل فيديو بنساعدك تقيم نفسك من خلال انك بتسال نفسك اسئله، واجابه الاسئله ديت هي اللي بتساعدك في انك تاخد القرار المناسب. الحلقه دي هنساعدك ازاي تختار الدوله. وقبل ما تختار الدوله لازم تسال نفسك 4 اسئله. اول سؤال وهو انا ينفع ابدا الاجراءات بعد وقت قد ايه من التخرج؟ مش كل الدول ينفع تسافرها على طول بعد ما تتخرج، لا ده كل دوله بتشترط وقت معين عشان تبدا اجراءات السفر ليها. عندنا مثلا دوله زي السعوديه لازم الاجراءات تبدا بعد سنه من التخرج، البحرين بعد سنه من التخرج، لكن عندنا قطر والامارات بعد سنتين من التخرج. وحتى الامارات، يعني الامارات على حسب كل اماره، في اماره سنتين، امارات 3، فعلى حسب الاماره اللي انت هتروحها. دوله زي سلطنه عمان لازم يكون عدى 5 سنين من التخرج. نيجي بقى على نقطه مهمه، وبل نقطه محوريه تكاد تكون هي اهم نقطه في الاسئله: القيمه الشرائيه للعمله. المرتب اللي انا بقبضه ده هيكفيني وهقدر احوش منه ولا لا؟ وانا بتكلم دلوقتي في الدول مترتبه وجايب قيمه المرتب، متوسط مرتبات الصيادله وقيمته بالجنيه المصري، القيمه الشرائيه ليه. فانت هتشوف انت بتصرف كام في مصر وتقارن وتشوف هل هتقدر توفر من مرتبك قد ايه. فدي نقطه محوريه لازم تهتم بيها. طب لو انا اصلا في دول انا ما جبتهاش في الجدول اللي انا جايبه في الصوره دلوقتي دي، بسيطه، بتخش على البنك الدولي وتشوف الدولار الشرائي بتاع كل دوله وتبدا تقارن، او من على البيج ماك اندكس، او انك تسال شات جي بي تي هيقول لك القيمه الشرائيه للبلد اللي انت رايحها. نيجي بقى على السؤال الثالث: هل هتلاقي شغل بسهوله؟ هتلاقي شغل بسهوله، ده في الاول والاخر ده رزق، كل واحد له رزقه مكتوب. لكن احنا هنتكلم هل الفرص متوفره ولا لا. يعني ايه اكتر فرص بتبقى متوفره في مصر؟ هي السعوديه تقريبا كل شهر في مش اقل من 5 فرص بتبقى نازله وتاخد صيادله وموجوده كل شهر. فالسعوديه احسن او اكتر دوله فيها فرص للصيادله. يليها الامارات، يعني انت السعوديه ممكن بينزل لك 5 6 فرص في الشهر، الامارات ممكن ينزل فرصه او 2 في الشهر. بعد انما البحرين وقطر وعمان ده ممكن ينزل مره كل شهرين 3. فالفرص انك تلاقي من مصر هي احسن حاجه السعوديه، وبعدين الامارات. والامارات مش كل الامارات ده هي في الشرق وعجمان، انما دبي ديت نادرا لما تلاقي حاجه في دبي. لكن انت بقى ممكن انك بتروح تدور في الدوله دي وهتلاقي فرص. فانت لما تبقى تسافر او تطلع فيزا حره وتدور على فرص، فاكبر سوقين موجودين هم السعوديه برضو والامارات. انما قطر والبحرين وسلطنه عمان فالبلاد صغيره وسوق الادويه فيها مش كبير قوي. انما السعوديه والامارات سوق الدواء موجود فيه كبير جدا وسهل تلاقي فيه شغل. انت ممكن تاخد شهر شهرين 3، بس في الاول والاخر هتلاقي شغل ان شاء الله. نيجي بقى للسؤال الرابع والاخير، وهو سهوله الاجراءات وسهوله الحصول على المعلومات. فطبعا اسهل دوله من الكلام اللي احنا قلناه هي السعوديه، لانك انت بعد سنه من التخرج بتبدا تمشي في الاجراءات، والاجراءات بسيطه وفي ناس كتيره بتعملها. حتى لو انت هتعملها لنفسك هتلاقي فيديوهات موجوده على اليوتيوب تعرف تعملها لنفسك. فاسهل دوله في الاجراءات هي السعوديه. طب اسهل دوله في الحصول على المعلومات برضه السعوديه، لان في ناس هناك كتير وبتلاقي جروبات كتير، ولو عايز فيدباك او عاوز اي معلومه عن مكان او عايز تدور على حاجه في السعوديه بتلاقي اسهل بكتير جدا عن الدول الثانيه. لكن فيها نظام، السعوديه فيها نظام، يعني مثلا في صرف الادويه على عكس الدول الثانيه فيها نظام ريستريكشن شديده على عكس الدول الثانيه، لكن هي سهله في الاجراءات وسهله في الحصول على المعلومات. وبكده نكون خلصنا الفيديو الرابع. اتمنى يكون الفيديوهات فعلا بتفيدكم، وبالتوفيق يا شباب.